أسرة البرنامج انتقلت إلى معمل التحليل التابع لهذه المؤسسة، حيث سيدنا اللقاء مع السيد المهندس مختار سالم مدير معمل التحاليل. أهلا بك معنا باشمهندس. أهلا وسهلا بكم وشرفتوا ونورتونا. طبعا معمل التحاليل واضح انه له دور هام جدا يعني اساسي في هذه المؤسسه. كلمنا حضرتك عن الدور اللي بتقوم بيه. وانا مش مدير معمل تحليل بس، انا مدير الجوده واستشاري صناعات غذائيه. الله يبارك فيك يا رب. بالنسبه لدور الجوده هنا انا ببتدي من الباب للباب بمعنى الكلمه. ده الجوده الشامله بتشمل من اول استلام الخامات، بنشوف الخامات مطابقه للمواصفات او مش مطابقه للمواصفات. مش مطابقه للمواصفات بترجع تاني للمورد، بنشوف بياناتها كامله، بنشوف كل حاجه فيها. وفي احيانا في خامات محتاجه تتحلل في المعمل، بتيجي المعمل بنحللها، بنتاكد انها مطابقه للمواصفات القياسيه المصريه. مش مطابقه، وعلى سبيل المثال مثلا السمنه البلدي، السمن الحيواني اساسا بنتاكد انها مطابقه مش مخالفه ومش مغشوشه باي دهون نباتيه او حاجه. ومعلومه هنا بنقول هو على مسؤوليتي انا، كل الشغل الشرقي بتاعها معمول بالسمنه البلدي 100%. يعني دي بلا شك انا بتاكد، لان انا بتاكد بالسمنه بنفسي، يعني بحللها بنفسي، ما بعتمدش على مهندس من المهندسين لاهميه الموضوع، لان الناس بتثق فينا. فبنقول بسمنه فلاحي، بيبقى بالسمنه الفلاحي فعلا، مش مخلوطه سمنه فلاحي على سمنه نباتي او سمنه نباتي بس. يعني في مصداقيه طبعا. اكيد المعمل هنا بيقوم في صف المستهلك اساسا. يعني الجوده بتنحاز للمستهلك. انا ما بنحاز للشركه اكتر ما بنحاز للمستهلك. بعتبر نفسي مستهلك وعايز اشتري حاجه فعلا مستهلك، وانا فعلا مستهلك، وحاجتي باخدها من هنا، حاجتي باخدها او باخدها من اي فرع. الجوده هو استلام خامات. بعد استلام الخامات بنتابع الخامات دي كلها واثناء العمليه التصنيعيه بنتابعها سنه سنه. كل حته فيها مهندس، انا معايا فريق كامل من المهندسات او المهندسين شغالين 24 ساعه. بنطمن ان كل طرق التصنيع يعني مطابقه، يعني كلها بنطبق كل مرحله بناخد عينات اولا، بنحللها، بنتاكد منها ان ما فيش اي مشاكل فيها ولا في اي حاجه. عايز حاجه تانية بقول لك، يعني من قبل التشغيل بنفسه احنا عندي الهيجين هنا على مستوى عالي جدا، وانا بتابعه بنفسي. الهيجين ان انا احافظ على صحه المستهلك من اي تلوث، اهتمام بالصحه من اي تلوث. طبعا في مقدمه الامور اللي انا بهتم بيها، العامل نفسه لازم يكون نظيف، لازم يكون ملابسه نظيفه، لازم يكون ايده مغسوله بالصابون زي ما شفت حضرتك. جيته فجاه وشفت العامل بيغسل ايده ازاي، بالطريقه اللي انا علمتها لهم، والطريقه اللي بقولها لهم في المحاضرات، لان انا بعمل لهم لقاءات. بعمل لقاءات انا على فترات متفاوته، بديهم معلومات عن الصحه العامه، بديهم معلومات عن النظافه، بديهم معلومات كل حاجه، حتى ازاي يستحمى. انا دي في سبيل ان انا اقول له ازاي يستحمى، يعني بالطرق الصحيحه يعني. تتفانى في تقديم النصح حاجه برضو. انت جيت حضرتك، بص انا باخد مساحات من ايد العمال بنفسي، برضو ما بعتمدش على حد. باخد مساحات من ايد العمال بعد غسيل الايد، او لو لقيت انه داخل من غير ما يغسل ايده كويس، باخد مساحات وبطبقها بالجهاز. عندي جهاز بحطه بيقول لي ان ايده اتغسلت كويس ولا لا. بيتبان طبعا يعني دي حاجه بتعتمد على حاجه اسمها ادوسين تراي فوسفيت، واخد بالك. فدي بنعتمد عليه في رقم معين، لو زاد عنه يبقى نعرف ان ايده مش مغسوله كويس. يعني دي من الحاجات. يبقى احنا بنهتم بالعامل، بنهتم بالماكينه، لو في ماكينات. يعني تعرف ان الشغل الحلواني هاند ميل شويه، بنهتم ان ايده مغسوله كويس جدا، هدومه نظيفه كويس جدا. بنهتم بالحوائط، لازم الحوائط مغسوله بالفوم بصفه مستمره عشان تاخد الميكروبات المحمله على الاتربه وتنزل. بنهتم بالارضيات، بالصفايات، بالحاجات دي كلها. بنهتم بالحاجات الصغيره جدا جدا اللي ممكن تلوث المنتج. نقول ايه هي معايير الجوده؟ لسه الجوده مش كده بس، الجوده كمان احنا معاها للاخر. يعني احنا لغايه ما توصل للزبون، يعني لغايه ما توصل للزبون بنعمل تفتيش مفاجئ على المحلات. بنتاكد ان العمال اللي شغالين يعني لابسين وعندهم الاجراءات الاحترازيه كامله، والاماكن نظيفه، والاماكن معروضه كويس، ودرجات حراره الثلاجات كويسه. ما فيش اي ضرر يعود على المستهلك من استخدام المنتج بتاعنا. تمام. بخلاف برضه طبعا الجوده قسم التطوير، يعني في تطوير وفي ابحاث البحوث والتطوير دايما تتابع قسم الاقسام الجوده. تمام. باشمهندس، بنقول طبعا بتتاكد ان المنتج مطابق للمواصفات. نعم. ايه هي المواصفات القياسيه اللي على اساسها بتقيس درجه جوده المنتج؟ لا، اولا الخامات، كل خامه هيئه التوحيد القياسي منزله مواصفه. بتقول السمنه دي في رقم معين، في تحاليل معين بتعمل، ما تقيسش على كده، ما تزيدش عن كده. احنا بنطبق الحاجات دي كلها.
واخد بالك. طبعا لازم يكون البيانات موجوده على كل خامه موجوده، بنتاكد ان البيانات تاريخ الصلاحيه ساري ويكون حديث كمان، لان احنا سلعتنا كلها بتتاكل في نفس اليوم بالكتير. اول باتت عند الزبون بتبات ثاني يوم، فاحنا لازم نحافظ على المنتج اثناء التناول يعني. فالبيانات تكون مستوفيه، التحاليل الكيميائيه مستوفيه، مرت بمراحل تصنيع مستوفيه، النظافه والحاجات دي كلها. حتى الشكل النهائي انا مخصص مهندسه للموضوع ده، بتبص على التورتايه او الجاتوهايه قبل ما تتحمل على العربيه. العربيه دي طبعا داخله تحت الجوده، تحت نظام الجوده، ان انا بشيك على العربيه وعلى نظافتها وعلى الهيجين بتاعها، وتترش يوميا بالمطهرات. زي ما بنرش الترابيزات ونرش الايادي، بنرش الاماكن، بنرش الحيطان، كل حاجه بترش بالمطهرات.